النادي الاهلي بيفوز على نادي سموحه بنتيجه 2-1، وفوز بصعوبه جدا وجاي في الدقائق الاخيره. هو انا ليه مش عارف اكسب؟ يعني السؤال هنا انا ليه مش عارف اكسب؟ فين اللعيبه اللي انا شاريها بملايين؟ فين اللعيبه اللي انا بديها ملايين؟ فين؟ مش موجودين. يعني النهارده امام عاشور انا ما شفتوش في الملعب، كان سيء جدا. محمد هاني تحس ان هو مش قادر يلعب. المدرب المذيع بيقول لك محمد هاني كسلان. في حاجه غلط النهارده، او هو في حاجه غلط على طول مش النهارده. ليه اللعيبه مش قادره تلعب؟ فين الروح بتاعت النادي الاهلي؟ فين روح الفانيلا؟ فين الانتماء للفريق؟ دلوقتي بقى عندنا موظفين. احنا كنا بنتريق على بيراميدز اللي هم بيلعبوا كموظفين، دلوقتي بقى عندنا احنا موظفين، ما بقاش عندنا لعيبه. انا نفسي اعرف فين اللعيبه اللي احنا شاريينها؟ فين الاداء اللي انا كنت منتظر منهم في الموسم دوت؟ انا هدني كده على طول كل ماتش مستني الاخر دقيقه عشان اعرف اكسب، وفي الاخر ما بكسبش، ولو كسبت بكسب بالعافيه. يعني انا هدني طول الموسم مكمل بنفس الاداء الميت ده. انا امتى اللعيبه دي هتحس بالدوري بيروح؟ ان جمهور النهارده هو سبب الاول للفوز دوت. انا ليه هدني طول الموسم بتفرج على شويه عاهات بيلعبوا في ارض الملعب؟ الا لعيبه قليله جدا هم اللي في الفريق. مفيش ماتش هيحسوا ان خلاص الجمهور زهق منهم، والجمهور بقى بيجي عشان يعمل اللي عليه ومفيش حاجه تانية، ولا بقى بيحب اللعيبه وكاره اللعيبه. انتوا مش حاسين بده؟ مش عايزين بقى تعملوا حاجه عشان الجمهور يرجع يحبكم تاني؟ فانا ما اعرفش عندنا نشوف ده لغايه امتى. فبجد لازم اللعيبه تظبط حالها لان الجمهور زهق.